جبت لكم اليوم طريقة عجينة مسمن تاع الماء. بزاف اخوات قالوا لي ما تنجحش معنا. تبعوا الفيديو من البدايه للنهايه، مستحيل ما تنجحش معكم. الطريقه سهله، والاهم انكم حتستعملوا السميد فقط، ما تستعملوش نهائيا الفرينه، وتخدموا بها مسمن محاجه بمرقه، تخدموا بها كل شيء. وثاني النساء اللي عندهم مشكله مع يدهم ولا ما يقدروش، ما عندهمش جهد، مرضى، عافانا الله واياكم. كاين ناس ما تقدرش تدلك، هذه الطريقه مناسبه لكم. العجينه ما تدلكوهاش نهائيا، وتجي الاستيك وتجي تتكسل غير وحدها بلا ما نستعملوا فيها حتى مجهود. يلا اذا حبيتوا تحصلوا على النتيجه المضبوطه، ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من البدايه للنهايه وتطبقوها. اول شيء لهنا بالنسبه لكميه السميد ديروا كميه اللي تحبوها. انا استعملت 3 كيلات باش نعطيكم كميه الماء المضبوط. بالنسبه لنوعيه السميد اكيد يلعب دور مهم. السميد كيكون مليح راح تنجح معاكم. بالنسبه للسميد لازم السميد رطب ناعم. حطيت مغرفه صغيره ملح ومغرفه كبيره سكر، ونجمع بالماء من الحنفيه. كميه الماء تدي لكم 1.5 كيلو بالضبط. هكذا كنت تبقى على حسب نوعيه السميد، لكن دات لي 1.5 كيلو بالضبط. نضيفها بالتدريج، نبلل العجينه، ما نضيفوهاش دفعه واحده، راكم تبلوا في العجينه وتجمعوا فيها. كما قلت لكم ما ندلكوش نهائيا، نتجمعوا فقط حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه. وهنا السر، كميه الماء في العجين. العجينه ما لازمش تكون جاريه، تكون طريه. لو كان تجروها بزاف ما تنجحش معاكم، لو كان تخلوها يابسه تعبكم باش تنطلق. هذه هي. دوك تشوفوا القوام معايا اللي نتحصل عليه تحصلوا عليه. ودائما العجينه لموها فقط، ما تقطعوش العجينه. وكما قلت لكم الطريقه هذه ما تحتاجش نهائيا الدلك. هكذا تحصلت عليها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ما درنا حتى جهد ولا حتى شيء. نديرها في ساشي، من الاحسن نديروها في كيس بلاستيكي يكون ابيض. انا غطيتها بالساشي وزدت حطيتها في كيس اخر، وتاكدوا بلي الكيس يكون نظيف ونقي وماهوش مثقوب. هكذايا، وغلقوا عليها مليح. هذه هي الطريقه. شوفوا طريقه سهله بالبزاف، فهموا كيفاش تخدموها فقط. هنا واش ندير، نجيب كميه من الماء، لكن الماء يكون سخون بصح نقدر نحط فيه يدي، ما يكونش هذاك السخون يغلي، سخون بصح نقدر نحط فيه يدي. نحط هذاك الكيس هكذا الداخل ونخليه لمده حوالي ربع ساعه. نروح نقلب الكيس تاعنا للجهه الثانيه، يعني نعاود نقلب العجينه، ما نخلوهاش غير على الوجه واحد. هكذا بعد ربع ساعه ولا نص ساعه هكذا قلبوا العجينه تاعكم. وكي تلقاو الماء بارد عاودوا دفوه ورجعوا العجينه المدة، يعني تقدروا تخلوها نص ساعة كافية حتى لساعة، تلقاوها اندلكت وحدها وتلقاوها ما شاء الله. دوك انا كنت محتاجة العجينة، عاودت دفيت الماء وعاودت رجعت الساشي فيها، والان راح نخدم بها. لقيتها واجدة، لقيتوها ماهيش الاستيك وما تكسلش معاكم. عاودوا دفوا الماء وعاودوا رجعوا العجينة، خلوها تزيد ربع ساعة، ما تطولش معاكم. وهنايا كما قلت لكم ديروا 2 اكياس افضل باش الماء ما يدخلناش للعجينه. درك انا تخلي شويه ما راح نشفوا منها. شوفوا العجينه ما توشيتهاش كامل وما فتحتش عليها حتى الان، فتحتها امامكم. حاولوا غير تدبزوها هكذا ذاك الماء يدخل فيها. شوفوا كي تبداو تخدموا فيها تلقاوها دير في البنابل، عرفوا بلي العجينه راهي مدلوكه، نوعيه السميد مليح. وهكذا شوفوا ادوا وجيبوا حتى تحصلوا عليها، يعني تدخلوها كامل في بعضها. وباش تعرفوا بلي واجده بداو تكسلوا فيها. اذا لقيتوها تتقطع زيدوا لها شويه ما دوها وجيبوها، ولا كما قلت لكم رجعوها في الساشي خلوها زيد ربع ساعه. لقيتوا العجينه تتكسل معكم كما تكسلت، يعني راهي واجده. ندي ونجيب فقط وندهنها بالزيت ونبدا نقرص. شوفوا شحال دير بنابل ما شاء الله، عرفوها بلي راهي واجده. هاهي انا وريتها امامكم مليح. الان نجيب شويه زيت ندهن العجينه وندهن يدي، ونبدا نشكل في كريات. مهم دهنهم كامل بالزيت، غطوهم بكيس مليح باش ما ينشفوا لكمش، ما يضربهمش الهواء. وبعد نص ساعه تبداو تخدموا. كي تمر عليهم نص ساعه تلقاوهم زادوا انطلقوا وزادوا، العجينه رجعت هذيك هي باش تخدموا بها. الان راح نجرب امامكم مسمن. بالنسبه للطريقه هنايا ديروا اي طريقه محتمدينها، انايا نحب هذه الطريقه تاع 2 كريات، شاركتها معكم من زمان. تفتحوا كره
بالزيت، ومن بعد فتحوا الزوجه ثاني بالزيت، رشوا شويه ليدام في الوسط. بالنسبه للدام راني حاطه لهنايا زبده ذايبه، وزدت لها مغرف صغيره تاع خميره تاع الحلوى. وكل ما نجي نخدم نخلط هذاك الخليط ونخدم به. بالنسبه للطريقه لهنا ما نحتاجوش باش نكسلو العجينه ترونسبارو، عادي تخدموا عادي كيما خدمت، زوج كريات تفتحوهم ومن بعد تشكلوا هكذايا وتطووا وتحطوها بجهات ريح بيد ما خدمتوا 3 ولا 4، ومن بعد رجعوا للأولى. هنايا جبت هذاك المربع خبزته ومن بعد نرميه هكذا مباشرة. جربوها سهلة وما تديش وقت معكم، وان شاء الله كامل راح تعجبكم النتيجة. مع السلامة.